وخذ نصب. هذا العدل اللي انبسط على الارض، هذا العدل. الدول البقية كلها ظالمة، للحق دولة وللباطل دولة. هاي الباطل رئيس وزعيم دولتها الشيطان الأكبر الذي لم يسجد لآدم. هاي نص روايات أهل البيت. أمريكا، الصين، فرنسا، روسيا، هاي أذرع لدولة إبليس. الذي يحركها الزعيم الأكبر لإبليس. أئمة أهل البيت يقول يتراءى لهم إبليس، هو اللي يقودهم. هسه أنت تشوف بالواقع ترامب ما معقولة يلتقي به فلان، لا، في روايات أهل البيت يلتقي به. وقد خرج لزعماء قريش على شكل سراقة ابن أبي سراقة، وخرج لهم في يوم الندوة، وخرج لهم في بعثة رسول الله، وفي يوم السقيفة، وكانوا يأخذون رأيه ويحتكمون إليه. هاي دولتك. وعزتك لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيمانهم من شمائلهم من فوقهم من تحتهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تقتنع بكلام أهل البيت؟ هذا كلام أهل البيت. هاي دولة الباطل، زعيمها الأول، المؤثر الأول. الآن إيطاليا بدأت علنا تضع نصره علنا، يعبدون علنا. وإلا شنو عبادة الشيطان؟ شنو هاي عبادة الشيطان؟ كثرة الأوشام شبي. تعرفون شنو روايات أهل البيت في كثرة الأوشام؟ عبادة الشيطان، إلى أن وضعوا له تمثال، موجود تمثال الآن، وجاي يروحون ويتعبدون، وعبادة سرية موجودة للشيطان. دولة كاملة نصبوا إله. وإن بحث كامل في ذلك، في بحث السحر، منشأ السحر، أساس السحر في زمن داود، شلون صار وشلون تكون وشلون الآن يدار العالم بالسحر شئت أم أبيت. والآن فلتات ألسن كبار ساسة العالم جاي يذكرون هذه الحقائق، إنما العالم يدار بالسحر. مثل ما كان فرعون داير المملكة مالته بالسحر وجاب السحرة لموسى، ومثل ما كان سليمان بعلم الله اللدني حاكم الكون كله بهذا الأمر، مو بالسحر ولكن بعلم الله اللدني. هم يقولون هذا علم، ليس ذلك ببعيد. يقول إن للحق دولة وللباطل دولة.